بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يفوز على المقاولين في مباراة متوسطة المستوى. الأهلي بيقدر يخطف 3 نقاط في سباق الصدارة أو المنافسة على الصدارة، وبيحافظ على المنافسة. النادي الأهلي النهاردة الشوط الأولاني استحواذ بلا أي إيجابية ولا اي فايده، هو كله مستحوذ في نص الملعب وضغط وكل الكلام ده، انما احنا عايزين الاستحواذ يبقى فيه ايجابيه على في المنطقه اللي هي منطقه ال 18. ان بالصعود النهارده ما شفناهوش غير في الجول بس، وطبعا كام تلويشه كده بتتعمل عادي يعني. انما هجمات خطره مفيش، فرص ضايعه مفيش. هي بس ايه، ربنا موفق تريزيجيه ان هو له بصمه كبيره قوي مع النادي الاهلي، وله بصمه كبيره قوي في ان هو يمشي النادي الاهلي في الصداره بسبب تريزيجيه وشويه امام عاشور، وشويه الفتره الاخيره يعني هو تريزيجيه المتصدر المشهد، وامام عاشور هنقول في ماتش الجونه وماتش النهارده تحديدا. الجون الاولاني هو اللي عامله والجون الثاني هو اللي جابه، فبرضه شايلين الفرقه مع برضه تغييرات حسين الشحات مع اشرف بن شرقي. يعني في ناس تانية لعبت وخرجت ما حسيناش بيها، ما شفناهاش، ملهاش اي تأثير، ملهاش اي ايجابية. واخد بالك؟ حتى في ناس بتكلمني والله بتقول لي ما ده مش عارف شايف ايه، وكان عندنا باشا ابن باشا، شوف دلوقتي هو بيغير وخارج زعلان قلت لهم يا عم خليكم بقى في اللي كفايه كفايه ان عندكم بيزيرة ده، خلاص ما تتكلموش على حد تاني. مش انتوا عايزينه يرجع يعني تاني؟ قال لك لا خلاص احنا مش عايزينه يرجع، ولكن هم فرحانين وشمتانين فيه وده حقهم، لان طبعا آه يعني هو بيخسر كتير، ولو فضل على المستوى دوت اعتقد ان هو ما ينضمش منتخب مصر. انا بتكلم بقى وبوجه رساله اهو، ان يعني لو فضل بالمستوى دوت الفتره اللي جايه يبقى حرام عليه الجهاز الفني منتخب مصر ان هو يضم لعيب ماشي، يعني كل مدى بيبقى اسوأ من اللي فات، من اللي قبليه، من اللي قبليه، يعني ملوش اي بصمه عشان ان انت تاخده منتخب مصر. ودي يعني احنا نقطه بنقولها بما يرضي ربنا، جرس انذار، لان في لعيبه تانية تستاهل، واحد زي ناصر منسي احسن راس حربة حاليا في الدوري المصري، انت ايه ما بتاخدوش ليه مثلا يعني؟ على العموم يعني احنا ايه، نرجع تاني الماتش ايه، المقاولين والاهلي. فالشوط الاولاني قدر ان امام عاشور بكوره يستغلها خطأ من مدافع المقاولين اللي هو بيعمل تاكل ان هو مش شايف الكوره بتعديه، امام عاشور بيقف على الكوره وبعدين بيعمل كروس مظبوط جدا لتريزيجيه اللي طلع وركب الكوره، مع ان هو ركب الكوره الماتش زد 3 مرات كده، بس كان حظه سيء، كان حظه وحش قوي. كانت بتيجي جنب القائم لان كان يعني بيوجه دماغه لبره اكتر يعني، انما دي وجه دماغه كويس قوي فراحت في بعيده، وقدر ان النادي الاهلي يطلع الشوط الاولاني كسبان 1-0. طبعا ما فيش اداء فني ولا خططي ولا كره تستمتع بيها ولا ترقيصه تستمتع بيها ولا شوطه تستمتع بيها خلال الشوط الاولاني، وانتهى على كده. الشوط الثاني هو طبعا المقاولين بدأ بعد الجون في الدقيقه 35 بدأ يتحرر شويه، وبدأ اهو يبقى يبادل الاهلي الهجمات والكلام ده. نزل الشوط الثاني طبعا مش باكي على حاجه ولا باقي على حاجه، فطبعا هاجم، ومن خلال الهجمات احرز هدف. طبعا هو الهدف اوفسايد، لان انا كلمت الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح وقال لي لا هدف تسلل، لان نادي المقاولين هو اللي مستحوذ على الكوره، وهو فعلا عنده حق طبعا، فالهدف اتحسب تسلل، وهي فعلا تسلل. بس برضه بيقول لك ايه، اسالوا اهل الذكر يعني، فبرضه لازم الطمأنينة والتأكيد ان احنا عشان لما نطلع نتكلم يبقى في مصداقية، بدل ما نقول حاجة والناس التانية تقول حاجة تانية ويبقى احنا شكلنا وحش يعني. فالمهم طبعا كابتن محمد صلاح أكد ان الهدف من تسلل وما اتحسبتش. بس هنا في نقطة بقى، هو كل ما يخش جون الدنيا تتكهرب،
الفار يتكهرب والحكم يتكهرب والجماهير ليه؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ وخمس دقايق عقبال بس ما يحسبوا الجون، ما هي خبطه وقومه زي ما بيقولوا. هات الخط بسرعه وقول، ولا انت لازم تفنطها او لازم تعملها؟ هي ما فيش كده في الدنيا يا جدعان. 5 دقايق ليه؟ 5 دقايق ليه بتضيع من وقت اللعيبه بتبرد وبتهمد والمدرب بيهمد والجماهير بتهمد والناس بتنسى اذا كان الهدف كان صحيح ولا مش صحيح. فليه كل ده؟ امال انتوا قاعدين بتعملوا ايه على الفار؟ ده هي تك تك. هتقول لي ما هو اصل بياخد ما التكنولوجيا موجوده على طول، انت بتدوس على زراير وحضرتك بتجيب مازوره وبتقيس بيها؟ ده زراير بتتحط تك تك، دقيقه دقيقتين بالكتير قوي، مش 5 دقايق و6 دقايق يعني. وبس الواضح ان كله بيتكهرب. ايه ده؟ دخل جون في الاهلي ويجيبها لك من الاول ومن الاخر. ده هي قلبه وقومه. ايه؟ هات من عند الراجل على طول والناس هتقول بما يرضي ربنا يعني. فالهدف ده كهرب المباراه وعمل ضغط على لعيبه الاهلي وتوتر. ايه بعد كده؟ هوب، النادي الاهلي بيجيب جون لامام عاشور طبعا بعد تغيير اشرف بن شرقي. خد الكره ودخل بيها وحطها لامام. امام داس عليها كويس وحط وش رجله. ده انا بقول ان الهدف ده غلطه محمود ابو السعود، لان هو داخله في الضيقه بتاعتك. انت ايه اللي موطيك كده؟ خايف ليه قوي للدرجات دي يعني؟ واخد بالك؟ انما طبعا الهدف الاولاني والثالث لا يسأل عنهم محمود ابو السعود، انما الثاني يسأل عنه مليون في المية يعني. فإلى حد ما الهدف ده ريح الجماهير وريح اللعيبة في الملعب والكلام ده، إلى أن نزل محمد سالم أحرز هدف، كهربت الدنيا تاني، رجعت الكهرباء تاني، وبدأ المقاولين يعني يهاجم الهجمات اللي هي طبعا مش الهجمات اللي هي مؤثرة، ولكن إن هو في يعني رغبة إن هم عايزين يوصلوا لل 18 عشان ممكن يتعادلوا في عز ما هم ضاغطين. والحكم ادى 9 دقايق. حسين الشحات اللي انا مش عارف الراجل ده بيقعد ليه وعشان ايه. يعني مثلا تريزيجيه له بصمه، امام عاشور له بصمه، ماشي شايلين الفرقه. اشرف بن شرقي الجون بتاع امام عاشور في ماتش الجون هو اللي عامل له الكروس. يعني كله له كل اللعيبه اللي جت ليها بصمات الا اتنين لعيبه، بن رمضان وزيزو. دولت اللي بما يرضي الله ما يستاهلوش الفلوس دي. انا لو مجلس اداره النادي الاهلي اعيد تاني التفكير في الفلوس. انا هديكم الفلوس بس لما مستواكم يجي. مستواكم ما جاش مش هديكم، محدش طالبني بحاجه. انا لو من مجلس اداره النادي الاهلي، لان حرام يعني. زي ما بينزلوا زي ما بيطلعوا، زي ما بينزلوا زي ما بيطلعوا. حتى الكروسات اللي كان مميز بيها الراجل اول واحد بيطلع الكروس اللي بيتعمل سواء فاول او كورنر. الماتش اللي فات في ماتش زد كوره لو عملها وما بصش للانا وبص للجماعه وبص، ما هو انت برضه هيقول لك الاسيست بتاعك انت، وبص الكروس عامل ازاي وبص الرفع عامل ازاي. في ماتش زد لو عملها في 7 لعيبه او 6 لعيبه كانوا في ال 18. اعملها يا عم وانت اعمل اللي عليك، انما تحطها لي وبشكل فيه فزلكه وفيه الانا عشان انت تجري على الجماهير وتاخد. ما ينفعش. ما هو انت لو عملتها كده وحد جه حطها بدماغه هيقول لك الاسيست بتاع زيزو. ده انت في اول ما جيت النادي الاهلي الكروس بيبقى زي الطين وتقعد تلعبك ومش عارف ايه وتخش ويقول لك زيزو اللي عمل الاسيست. ان انت مش عاملها مثلا وجات للراجل عملها بدماغه مره واحده غير بتاعت بس ياسين مرعي بقى بتخبط وترجع وحد يحطها يقول لك الاسيست. شفت الاسيست وعامل كام مساهمه وعامل كام. والمشكله بقى ان هم ايه بيقارنوه بزيرة. لا في فرق كبير. بص على النهارده بيشحت كوره، وبص على بزيرة بيلاعب اقوى فرقه في افريقيا بيعملوا معاه ايه وهو بيعمل معاهم ايه، وما بيخافش وبيرقصوا بيعدي وبيقف على الكوره وبيعمل اسيستات وبيجيب اجوان ومفتاح لعب بجد. مفتاح لعب بجد. فانا لو مجلس اداره النادي الاهلي والله اوقف الشيكات اللي هي بتاعت الدفعات بتاعت اللعيبه بالذات زيزو وبن رمضان لغايه ما يفوقوا ويرجعوا يكسبوكوا تاني. انما هياخدوا فلوس كده على الفاضي، يا اما اخر الموسم يعني شوفوا لهم بقى اعارات يخرجوا بره، لان جمهور الاهلي مش طيب. بس هو جمهور الاهلي مش قادر يتكلم لان عارف ان ده
جاي عشان الشطشطه والولعه والشو والكلام الفاضي ده، وكل شويه تطلع لسانك تطلع. فما هتطلع لسانك على ايه؟ ما هو الراجل لو بيجيب اجوان طلع لسانك وطلع واعمل اللي انت عايزه، واخد بالك؟ انما الراجل مش مساعدك ولا مش مساعد الجماهير. انا بقول لك اهو، جماهير النادي الاهلي فاضل لها تكه بين رمضان وزيزو، بعد كده هم اللي هينادوا دولت ما يلعبوش. وخلي بالك جماهير النادي النادي الاهلي في الحاجات دي قويه جدا، وكلامها بيسمع. وارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ، لو ما كنتش مهما كان ليك اسم وليك نجوميه، لو ما اديتش وهم ما حسوش بامكانياتك وان انت راجل مؤثر معاهم، والله لو انت جايبه ب 100 مليار دولار مش هيفرق معاهم، يقول لك لا يقعد. فدي كنت بس حابب اقولها، عشان بس ايه، بصراحه الواحد بيحزن لان بعد المستوى ده وينضم منتخب مصر، والله يبقى عيب، والله العظيم يبقى عيب، لان في لعيبه احسن منه وفي لعيبه بتموت نفسها اكتر منه. يعني بص على بيراميدز، بص زلاكا، هتروح بعيد ليه؟ ما هو موقف الفرقه على رجلها وبيكسب. في لعيبه تانية يعني، مش هنقول لك زلاكا بس وفي مرموش طبعا موجود، وفي صلاح موجود، بس ده ما انت بتاخده كان عشان بس ان لسه راعي النادي الاهلي، واللي او كان اللي هو الطرف اللي هو ايام ما كان في الزمالك والكلام ده، عشان جماهير الزمالك ما يقلبش عليك انما كاداء والله ما يلعب، والله ما ينضم، ولا يلعب في النادي الاهلي ولا ينضم لمنتخب مصر. لان الواحد والله العظيم هو صعبان عليا، هو ملطش، هو مش بتاع اللي هو الهق مق والتك والنكش والترقيص مش هو بتاع الكلام ده. ده هو كروس واتفقس خلاص، وضربات الجزاء ساعات بيشوط وساعات ما بيشوطش، وما بقاش يجي من لحظه كمان، ما بقاش يجي ضربات جزاء كتيره للنادي الاهلي. يلا ان شاء الله اشوفكم بكره ان شاء الله بعد ماتش الزمالك. سلام عليكم.